رئيس مجلس إدارة النادي، وأيضا الإدارة والكابتن صالح النادي الجهاز الفني بشكل ملفت للنظر وبشكل رائع. وده الهدف الأول المباغت لفريق المنصورة، يعني تقدم على المنصورة 1-0، هدف أكثر من رائع. يعني مباراة كانت يا جماعة في منتهى القوة والإثارة والمتعة. زميلنا أمير الزفتاوي تواجد في ملعب المباراة وكلمنا وقال يمكن الشوط الأول زي ما انتم شايفين انتهى 1-0، قال لنا ان الشوط الثاني كان شعلة من نار. يعني ملعب الغزل المحلة روعة من الجمال، يساعد على أداء مباريات جيدة. ياسر الكناني خرج من هذه المباراة حزين جدا، ومجلس الإدارة جدد فيه الثقة، ولكن هناك عقوبات تنتظر اللاعبين. ودي أول مرة الكابتن ياسر الكناني يوقع عقوبات، لأنه دايما بيتعامل مع لاعبيه بشكل أخوي، ولكن يبدو ان هو شاف ان لاعبيه قصروا، في حين ان غزل المحله سعداء جدا. 4 مباريات، اخر 4 مباريات كانت ناريه، ومع ذلك حققوا 3 انتصارات وتعادلوا في مباراه مهمه جدا امام الكروم في الوقت القاتل 2-2، ثم عادوا ليفوزوا على فريق المنصوره، وده هدف التعادل لفريق غزل المحله. بعدها التهبت المباراة بشكل قوي جدا، واستطاع غزل المحلة أن يسيطر على فترات، وكان الأفضل. يمكن ده هدف التعادل اللي احنا يعني لسه شايفينه، بنعيده لكم تاني. يعني الكرة رمي التماس في بغتة كده وغفلة من الدفاع، واختراق وهدف رائع جدا في الدقيقة 1-1. وصل بعدها غزل المحله ضغطه، والمنصوره ايضا بادله الهجمات، ولكن كان الغزل اقرب على مدار الشوط الثاني، وده اللي خلى الامور تنتهي الى صالحه. يعني يمكن دي هجمه مهمه جدا لغزل المحله، للمنصوره معذره، وهدف رائع جدا وسط هجوم كثيف لغزل المحله، ومن هجمه مرتده سريعه نفذها فريق المنصورة، وخطأ دفاعي قاتل لغزل المحلة أحرز فريق المنصورة هدفه الثاني في هذه القمة الرائعة. يعني مستوى يليق بهذه المجموعة، ويرقى إلى الدوري الممتاز. كلا الفريقين على درجة عالية من الروعة. اختراق من غزل المحلة بعد الهدف مباشرة، وتعادل مفاجئ بعد ما يقرب من دقائق معدودة من إحراز المنصورة لهدفه الثاني. يعني يمكن شايفين اختراق أكثر من رائع، وهدف التعادل فريق